لاعبنا ولا لاعب برشلونة لامين يامال يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. الكلمة دي غلط، لأنه لامين يامال أصلا دخل التاريخ قبل بطولة اليورو في الموسم المنصرف مع برشلونة، فده سطر جديد في التاريخ، يعني أضاف سطر جديد في تاريخه يا جماعة، كأصغر لاعب يشارك في بطولة اليورو وكأصغر لاعب يصنع في بطولة اليورو. ويا ريت يا لامين يامال الفرصة اللي جاتك كانت تسجلها عشان انت تبقى أصغر لاعب يشارك وأصغر لاعب يصنع وأصغر لاعب طبعا يسجل. فانت كده يكون فتحت التاريخ ودخلت وكتبت وختمت وقفلت التاريخ في نفس اليوم. طبعا امبارح في حاجة ملاحظ انه يا جماعه منتخب كرواتيا مودريتش ما عارف كوفازيتش وما عارف وباقي اكياس الشيبسي كانوا رايحين جدا امام اشبالنا. بيدري يا جماعه امتلك الوسط تماما، يعني تحس انه هو الخبره، يعني هو اللي في مكان مودريتش ولامين يامال. نحن قلنا لكم يا مودريتش ده طبعا هنا في بطولة اليورو ما في ريال، ما في تحكيم، ما في بيريز، فعشان كده انت طبعا هنا يظهر الامكانيات يا جماعة. نحن قلنا شوف الامكانيات هنا، يعني اقسم بالله امبارح اكياس الشيبسي دي رايحين عديل كده امام طبعا شبابنا. فبالتالي نقول انه طبعا لامين يامال جماعة اكبر موهبة حاليا في اوروبا. لامين تجي تحكي طبعا عن لامين يامال، اول شيء تجيب فالفيردي وفينيسيوس ورودريجو وطبعا كليان امبابي. طبعا ديل كلهم تجي تخلطهم كده في كوبايه ما حيجيبوا ولا طبعا الرجل اليمين للامين يامال. فلامين يامال يستحق جائزه الجولدن بوي هذا الموسم.